ملخصنا النهاردة بيبدأ مع محمد، موظف بسيط في شركة اتصالات، مرتبه على قده، بيفضل طول الشهر يعافر عشان يحقق التارجت عشان ما يتخصمش منه. بس عنده موهبة وهي كتابة القصص، ونفسه حد من المشاهير يقرأ له فيلم ويشتريه منه. بالفعل بيقدر يجيب نمرة محمد العدل وبيتصل بيه على أساس إنه من شركة الاتصالات وإن في مشكلة في خطه هو حلها له، ومحمد العدل بيشكره. وساعتها محمد بينتهز الفرصة وبيقول له إنه مؤلف وعنده فيلم قصته حلوة. وساعتها محمد العدل بيقول له طيب أعديها بكرة على المكتب وأنا هبقى أقراها. وبيرد عليه محمد في ساعتها بينتهز الفرصة وعايز يحكي له على الفيلم، ويفضل يحكي له قصة الفيلم في التليفون. وفي الآخر بيكتشف إن محمد العدل قفل السكة في وشه. ده طبيعي يعني. وبعد ما بيخلص المكالمة بيلاقي عميل قدامه بيسأله وبيقول له عندكم كفرات موبايل. وبعد ما محمد بيستوعب اللي حصل بيقول له احنا هنا شركة اتصالات، في محل موبايلات في آخر الشارع، اشتري منه كفرات موبايل. وبعدين العميل وهو ماشي بيقول له الفيلم وحش على فكرة. وبيخرج محمد من شغله بعد ما بيخلص الشيفت بتاعه وبيعدي على ماكينة الاي تي ام علشان يقبض مرتبه، لكن للأسف المرتب بيكون لسه منزلش. وواضح ان محمد مقشفر جدا على الاخر ومستني المرتب ينزل بفارغ الصبر. واول ما بيرجع على البيت علشان يستريح بيلاقي شروق مراته مستنياه وبتقول له يلا عشان نلحق. بيقول لها نلحق ايه؟ بتقول له نلحق نجيب حاجات الشهر من السوبر ماركت، لكنه بيعتذر لها لان مرتبه منزلش وبيطلب منها تأجل المشوار ده لبكره. لكن شروق بتقول له ان هي مرتبها نزل وبتاخده بيشتروا الحاجات من السوبر ماركت من مرتبها لحد ما مرتبه ينزل. لحد كده كويس، اهو ايد على ايد بتساعد. وبالفعل بيروحوا السوبر ماركت ومحمد بيختار نوع جبنة رخيص، لكن مراته بتقول له لا، ان الجبنة دي نوعها نباتي الدهن ومضرة بالصحة وبتجيب تصلب شرايين، وبتشتري نوع جبنة تانية بضعف تمن الجبنة الاولى. ومحمد بيكون معترض وشايف ان كله اكل وخلاص، والامراض كده كده جاية، اذا ما كانش من الاكل اكيد من الشغل وضغوط الحياة. وهنا بنلاحظ ان محمد مش بيمثل نفسه، محمد بيمثل شريحة كبيرة جدا من الشعب المصري اللي مرتبه يدوب بيكفيه يشتري حاجة مضرة بالصحة عشان يعيش شوية زيادة يشتغل فيهم وياخد مرتب اللي مش بيكفيه. وده المرتب اللي مش هيكفيه عمره انه يرتقي بحياته لدرجة انه يختار ياكل ايه وما ياكلش ايه. وده اللي بيحصل مع اغلب الموظفين. اول ما بيقبضوا مرتباتهم بيروحوا السوبر ماركت يملوا العربية ببضاعة وحاجات على اساس انه هتكفيهم لاخر الشهر، لكن اللي بيحصل ان في نص الشهر الحاجات دي بتخلص. وساعتها لو لقوا نوع جبنة ارضى من نبات الدهن حتى لو كلاب الدهن هيشتروها علشان يعدوا مرحلة نهاية الشهر ويوصلوا لقبض الشهر، اللي برضو اول ما ياخدوه بيكرروا نفس الغلطة تاني وما بيتعلموش. وعند الكاشير بيتفاجئ محمد بحاجة غريبة وسط المشتريات وبيحاول يرجعها، لكن شروق بتقول له ان ده حاجة ليها هي وهتفهمه هو ايه في البيت. والكاشير بيرد يقول له ده اختبار حمل، وهي بتقول للكاشير محدش سألك. وبيحصل حوار بيشترك فيه كل الموجودين عند الكاشير من زباين وكاشير وكله، وهو ان محمد بيكتشف ان مراته شالت اللولة من غير ما تقوله وجايبه الاختبار ده عشان تتأكد اذا كانت حامل ولا لا. وهو شايف ان حياتهم الحالية والتزاماتهم والشقة الايجار اللي عايشين فيها وصاحبها اللي عايز يغلي الايجار او يطلعهم منها ما تتحملش حمل وخلفة وبامبرز ولبن اطفال، هم عايشين بالعافية. وبينتهي الحوار عند الكاشير بانه بيقول لها ان القرار ده ما ينفعش تاخديه لوحدك لان في راجل في البيت. وفي الوقت ده الكاشير بيقول لهم طب الحساب 2300 جنيه. طبعا هي المفروض تحاسب من مرتبها. وساعتها بينسحب محمد من المشهد وبيقول لها حاسبي وانا مستنيكي بره. واول ما بيرجعوا البيت شروق بتدخل الحمام علشان تشوف اختبار الحمل. محمد بيستناها بره ويفضل رايح جاي زي ما تكون بتولد مش بتعمل اختبار حمل. وساعتها يجي في دماغه كل الافكار السلبية زي العيل ده هياكل منين ويشرب منين ويتعلم ازاي وبكام. واول ما بتخرج بتوريه الاختبار وهي فرحانة وبيقول لها مش فاهم يعني ايه. بتقول له شرطتين يعني ايجابي. بيقول لها يعني حامل؟ انا مش موافق على الحمل ده. بتقول له يعني ايه مش موافق؟ هو احنا ماشيين مع بعض، احنا متجوزين يا محمد. وبيبدأ الخلاف بينهم على القرار الغلط اللي هي خدته. وهو في نص الخناقة بيقول لها انت مش محترمة عشان تعملي كده. وهي بتسأله بتمسك في الكلمة دي وبتلم هدومها وتمشي وبتنزل تقف تاكسي عشان تروح لابوها. وبعدها بشوية محمد بيلاقي الباب بيخبط. اما بيفتح بيلاقي شخص غريب داخل على السفرة وبيلم المشتريات اللي اشتراها مع بعض.
وبيقول له الهانم عايزة الحاجات اللي اشتريتها بمرتبها، وبيطلع ان ده سواق التاكسي اللي بيوصلها. ومحمد بينام على الكنبة من التعب، وبيصحى من النوم على تليفون مديره اللي بيقول له انت فين؟ الشيفت بتاعك بدأ. بيقول له ايوه انا في المواصلات، وبينزل يجري زي ما هو لانه بيكون نايم بهدومه. وبيروح المترو، وعند شباك التذاكر بيقابل موظف عنده طولة بال غريبة وهو مستعجل، وبيطلب منه تذكرة مترو. والموظف بيقول له ايه، طب ثواني انا برتب الفلوس. وبعدها بيقطع تذكرة المترو وبيركب المترو، بيلاقي اللي جنبه راشقين عينيهم في موبايله طول السكة. ودي اكتر حاجة ممكن تلفت نظرك في المسلسل ده، انه بيجيب مشاكل ممكن تقابلك كل يوم في حياتك اليومية. وبيوصل الفرع وبيلاقي زحمة، ومديره بيطلب منه يشوف طلب أحد العملاء. وبيطلع العميل بيشتكي إن في 15 وحدة ضاعوا منه، عايز يعرف السبب. وطبعا محمد عشان يحل المشكلة بيقول له إن تكلفة ال15 وحدة دول هو 30 قرش، وبيديله جنيه من جيبه وبيمشيه. والعميل بيمشي وتمام. وبعدها بيكون عنده زبون عايز يشتري خط لكن مطول أوي وعايز وقت عشان يختار. وساعتها محمد بيطلب منه يستراح في الاستراحة وبيختار براحته لحد ما يشوف العميل اللي بعده. لكن بيتفاجئ محمد بشروق مراته وابوها جم قعدوا قدامه، وبدأ حماه يكلمه ويقول له انت ازاي اللي عملته في بنتي ده. محمد بيقول له طب ممكن نخلي الموضوع نتكلم فيه في البيت. لكن حماه بيكمل كلامه وبيقول له انت ازاي تطرد بنتي من بيتها بعد نص الليل. وهو بيقول له يا عمي انا ما طردتهاش، هي اللي مشيت. حماه بيقول له ان كل ده علشان قالت لك انها حامل من وراك. طبعا كل الكلام ده بصوت عالي، والناس الموجودين في الفرع كلهم بيبصوا لمحمد بصة استغراب. لكن هو بيصحح بسرعة بيقول له حامل من ورايا بس مني، يعني حامل من ورايا مني. حتى بتاع البوفيه بيبص له بصة غريبة باستحقار. وفي الوقت ده اخت محمد بتوصل، وبيطلع ان حماه هو اللي كلمها وخلاها تيجي، ومرضاش يجيب باقي العيلة عشان ما يكبرش الموضوع. وساعتها محمد عشان يلم الدنيا بيقول له خلاص انا موافق على موضوع الحمل، يلا روحوا بقى دلوقتي. وطبعا اخته بتكون اول مرة تعرف موضوع الحمل، وبتبارك لشروق وبتاخدها بالحضن وبترفع زغروطة في وسط الفرع. وواحدة من العملاء بتستغرب تسأل في ايه، بيرد احد العملاء الموجودين بيقول لها موظف الفرع مراته حامل. وفجأة بعد ما بيمشوا محمد بيكلم نفسه وبيقول هو أنا ليه حياتي الشخصية بقت بودكاست. وبيفوقه مديره وبيبارك له على الحمل بطريقته، وبيشيله 3 أيام خصم و4 ساعات إضافي في شيفت النهاردة. وبعد الشغل بيروح يزور صاحبه شوقي اللي عنده 3 أولاد، وواخد اجازة عشان ابنه تعبان، ومراته راحت الشغل لانها خلصت كل اجازتها. وبيحاول يطمن منه على موضوع الخلفة والاولاد، لكن اللي بيشوفه في البيت عنده بيخليه يتشائم اكتر. ويقول له الخلفة حلوة بس اخرك عيل واحد، لو عرفت تخلف نص يبقى كويس. هو بينصحه انه يدور على شغلة تانية لان شغل الفرع ده مش هينفع لوحده. وبيرجع على البيت بيلاقي مراته مجهزاله الاكل وبياكل، وبيطلع البلكونة لانه لسه زعلان من الموقف اللي اتحط فيه وشروق بتصالحه. وبيروحوا عند دكتور النساء عشان يكشفوا ويطمنوا على البيبي. بيلاقي الكشف ب500 جنيه، وبياخد أول صدمة. وعند الدكتور في السونار الدكتور بيكشف وبيكتشف حاجة غريبة، إن شروق حامل في 5 أطفال، 5 توائم. وبتظهر على محمد علامات التشنج لما بيسمع الكلام ده، وبيطلب من الدكتور إنه يعمل لها إجهاض. لكن الدكتور بيرفض وبيقرر يروحوا لدكتور تاني علشان يتأكدوا. وبيروحوا لدكتورة بتقول لهم نفس الكلام. ولما محمد بيطلب من الدكتورة تخلصه من الحمل ده، بتقول له ان الحمل لو كان فيه خطورة على الام او الاجنة كان ممكن، لكن في الحالة دي مفيش خطورة على الاجنة ولا الام. وساعتها بيقول لها طب والاب؟ كده في خطورة على الاب. وبيضطر انه يقبل الامر الواقع، وبيحكي لصاحبه شوقي اللي بيقول له انا قلت لك خلف نص تخلف لي 5. وبيروحوا مع بعض يسألوا شيخ في المسجد عن الاجهاض، لكن بيقول لهم حرام شرعا. وبيقول له ان ده قتل نفس، وان الاطفال هتيجي برزقها. وبيروح لأكتر من شيخ تانيين وبيقول له نفس الكلام، وبيتصل بشيخ على التلفزيون بيقول له نفس الكلام. وهنا شوقي صاحبه بيقول له انت قدامك حل من الاتنين، تنزل الحمل وتشيل ذنبه، او تسيب الحمل وتشيل ذنب 5 عيال هيتشردوا. وبيقول له طب لو في نية اني انزله هعمل كده ازاي اذا كان كل الدكاترة رافضين؟ وساعتها شوقي بيقول له انت لسه في الاول، يعني الموضوع يخلص بحبيتين، الست تاخدهم وخلاص. وبعد كده محمد بيكون ماشي في الشارع وبيلاقي واحدة شحاتة وبتطلب منه مساعدة، وبتقول له إنها عندها 5 عيال. وبيبص لها بيلاقي صورة مراته وبتقول له إن جوزها مات. وساعتها بيطلع على شوقي بيقول له إنه شاف علامة من ربنا إنه لازم ينزل الحمل. وبينزلوا مع بعض على الصيدلية، وشوقي بيخش يقول للصيدلي إنه عايز حبوب إجهاض. وطبعا الناس اللي في الصيدلية كلهم بيبصوا له بقرف وبيتعاركوا مع الصيدلي. وبعد ما بيطلعوا مساعد الصيدلي بيطلع وراهم بيقول لهم إنه يقدر يوفر لهم اللي هم عايزينه، ويديهم رقم يكلموه ويطلبوا منه حبوب الإجهاض. ولما بيتصلوا بالرقم بترد عليهم واحدة لكن صوتها شبه الرجالة، وبيطلبوا منها حبوب الإجهاض.
وبتطلب منهم مبلغ 2000 جنيه. وبعد مساومات بيوصلوا معاها المبلغ 1700 جنيه، وبتقول له ابعت لي عنوان بيتك عشان ابعت لك عليه الحاجة. لكن هو بيقول لها لا، انا عايز الحاجة تجيلي على الشغل. وتاني يوم في الفرع بيدخل عليه واحد شكله غلط ولسه هيطلع الحاجة من جيبه، بيقول له لا اقعد. وساعتها بيدخل عليه واحد تاني وبيقول له ايه حبوب اللي جهودها زميلي. فبيسأل اللي قاعد قدامه طب انت مين؟ بيطلع سباك حماه بعتهوله. اما بيروح يعمل عصير لمراته ويطحن الحبوب ويدوبها في العصير ويقدمه لها، لكن الغريب انها بتكون اول مرة يعمل لها عصير من ساعة ما اتجوزوا، او تقريبا عمره ما عمل لها حاجة، وبيكون عايزها تشربه. لكن هي بتفضل تتكلم معاه وتضيع وقت، وساعتها بيسيبها ويدخل الحمام وبيأخر نفسه لحد ما تشرب العصير براحتها. وبيخرج بسرعة وهو ندمان وعايز يلحقها قبل ما تشرب العصير، لكن بيتفاجئ بحماه قاعد مع مراته وهو اللي شرب العصير مش شروق. وحماه بقى أستاذ سعيد الشمسي مدرس الجغرافيا اللي بيقوم بدوره الفنان كمال أبو راية، وبيقوم بدور جديد عليه، دور كله كوميديا. بتحس إنه عنده شيزوفرينيا، يعني هتلاقيه يقولك في جملة واحدة حاجة وعكسها. وفي الوقت ده بنشوف محمد في الحمام بيحاول يتصرف في الموضوع، وبيسأل كذا حد وبيعرف إنه لازم يوديه المستشفى ويعمل له غسيل معدة، بس هو مش عارف يقنعه ازاي. فبيطلع يقول له ايه رأيك يا عمي نروح المستشفى نطمن عليك؟ وطبعا حماه بيقول له انا كويس. بعد شوية حماه بيتعب وبياخده وبيروحوا على المستشفى، والدكتور بيستغرب من اللي حصل وبيسألهم انتوا متأكدين انه ما خدش حاجة تانية؟ محمد بياخد الدكتور على جنبه وبيحكي له، والدكتور ساعتها بيقول انه مش عارف يتصرف ازاي. انا رايح اجيب دكتور نسا. وشروق بتستغرب يجيب دكتور نسا ليه يعني؟ محمد بيقول لها ان الدكتور قال له ان ابوها واخد منشطات جنسية هي اللي عملت فيه كده. ومحمد بيكون بيتكلم مع شروق، وفجأة بيشوف واحد اسمه طارق ميدان مؤلف هو بيحبه جدا، وبيروح يجري وراه وبيقابله في الحمام وبيعرفه بنفسه وبيقول له انه بيعتبره قدوته في الكتابة، وبياخد نمرته وبيطلب منه انه يبعت له الافلام بتاعته يمكن يقدر يوصلها لحد ويساعده. ومحمد خلاص بعد اللي حصل سلم انه مش هيقدر ينزل الحمل، وهيبدأ يفكر بطريقة عملية ازاي يحضر نفسه للموضوع. وبيبدأ هو وشروق يفكر في التكاليف اللي محتاجينها كل شهر لل5 عيال، وبيطلع ان اللبن والبامبرز بس هيتكلفوا 17,000 جنيه، وهما الاتنين على بعض مرتبهم 17,500 جنيه. يعني لما حسبوا اكلهم وشربهم وايجار الشقة والمية والنور اكتشف انهم عاوزين 12,000 جنيه زيادة كل شهر. وساعتها محمد بيفكر انه ياخد عربية شوي في الوقت اللي هو مش محتاجها فيه ويشتغل عليها. وشروق بتزود شغل فريلانسنج من البيت، وبتقول له انها بعد الولادة هتشتغل على طول من البيت، لكن بعد الحسبة دي كلها برضو هيفضلوا محتاجين 4500 جنيه. وساعتها محمد بيقول لها نوفر من التزاماتنا، نجيب جبنة نبات الدهن وبلاش الحاجات بتاعت الشعر والوش اللي بتجيبيها دي. وبيبدأوا المرحلة بالفعل، بيقدروا يحققوا كل اللي اتفقوا عليه وبيكسروا مبلغ محترم قبل الولادة. ومحمد برضو مش عايز يفرط في حلمه، بيحاول يقدم أفلامه لكل مكاتب الإنتاج يمكن تضرب معاه. ولما بينزل من البيت يقابل أولاد صاحب البيت اللي مأجر عندهم، واضح إن أبوهم تعبان وهم اللي بيتصرفوا دلوقتي في كل حاجة، ومش عاجبهم الاتفاقات اللي أبوهم عملها، وبيقولوا له إنهم عايزينه يزود الإيجار وبيهددوه. وهو بيقول لهم انه معاه عقد ومش هيسيب الشقة غير لما العقد ينتهي. وبتيجي لحظة الولادة وبيجري بيها على المستشفى، والعملية بتكون صعبة، لكن بيطلع له أول طفل وبياخده وبيأذن في ودنه، وبيلاقي الممرضة طالعة له بالتاني، وبيمسك ال5 عيال في ايده بيلاقي الممرضة طالعة بطفلين تانيين، بتقول له السادس والسابع. ولما بيقول لها لا احنا 5 بس، شوفي دول بتوع مين، الدكتورة بتطلع له بتقول له ان الطفلين دول كانوا ورا ومش ظاهرين في السونار. وبكده كل حساباتهم بتبوظ بعد ما كانوا عاملين حسابهم على 5 عيال ومظبطينها بالعافية، لكن دلوقتي بعد ما بقوا 7 الموضوع اتعقد. وبيخش مدير المستشفى وبيقول له انت مبسوط، انه مبسوط بيه جدا، وهيصرف له 4 سراير وهيصرف له 3 ممرضات وهيحط له 7 بالونات بينك ولبني. طبعا محمد بيفرح اخيرا الموضوع جيب فايدة، لكن لما بيجي يحاسب بيتفاجئ ان كل الحاجات اللي المدير حطها دي ليها حساب، حتى البالونات الواحدة ب100 جنيه والبنك ب110. ومحمد بياخد مراته والعيال وبياخد البالونات عشان دافع فيها كتير، وبيركبوا عربية صاحبه، لكن هي بتلاقي الكرسي ضيق فبتركب اوبر مع ابوها. محمد بياخد العيال وبيركب مع شوقي، وفي الطريق بتحصل اول مفارقة لمحمد. الضابط بيوقفه وبيشك فيه انه خاطف العيال، وبياخده على الاسم ومش بيسيبه الا لما حماه بيجيب لهم اختيارات الولادة بتاعة الاطفال
وهنا الضابط بيصدقهم لكن مش هيطلع العيال الا لما يتعمل لهم شهادات ميلاد. وبيجري محمد على مكتب الصحة وبيحاول يطلع شهادات الميلاد للأولاد، لكن هنا المشكلة انه ناسي الاسامي اللي اتفقوا عليها هو وشروق، وبيختار الاسامي بطريقة عشوائية عشان يخلص من الموقف. وبيرجع بشهادات الميلاد للضابط وبيستلم الاولاد. ولما بيرجع البيت مراته بتسأله على الاسامي اللي سماهم للاولاد، قال لها انه سماهم نفس الاسامي اللي اتفقوا عليها مع بعض. وبتقول له طيب والاتنين الزيادة؟ قال لها انا اتصرفت وسميتهم اشرف ونبيل باين. فبتقول له انت ازاي يعني كده مش هيكون لايقين مع اسامي اخواتهم؟ وبنشوف حماه اللي كان كل شوية يقول لبنته ما تشغليش دماغك، انا مش هسيبك بعد الولادة، انا اللي هربي العيال، بيخلع منهم بيسيبهم مع نفسهم. بعد كده اخته بتقول له انا عملت لكم اكل تلات ايام، وبتسيبهم برضو وبتخلع. وهنا محمد بيقول لشروق شلتي اللولب وارتحتي، شيلي بقى. وبيبدأ يشتري البامبرز وبيفكر ان كده المرتب والفلوس اللي شاردها مش هتعمل اي حاجة، ويا دوب لسه منيمين العيال وهيحاولوا يناموا بيلاقوا باب الأوضة بتاعهم بيخبط. ومن كتر ما هم تعبانين بيكونوا مش فاهمين هو اللي بيخبط ده جوه ولا بره. ومحمد بيقوم يفتح باب الأوضة بيلاقي اتنين زي الجردات واقفين قدامه وبياخدوه على الريسبشن. بيلاقي أولاد صاحب البيت عاملين له كمين جوه الشقة وبيجبروه يمضي على عقد جديد ب10,000 جنيه في الشهر، وبياخدوا منه العقد القديم وطبعا بيضطر يمضي بعد ما هددوه انهم هيرموا العفش بره. وبياخدوا منه 20,000 جنيه ايجار وتأمين، ودي بتكون اخر فلوس معاهم بعد الولادة. وبيروح يبيع تليفونه وبيخسر فيه علشان يقدر يمشي اموره بعد ما بيطلب من مديره سلفة وبيرفض. وبيطلب من شاوي العربية بتاعته يشتغل عليها، لكن شاوي بيقوله انه محتاجها لان ميعاد القسط قرب ولازم يجيبه. وبيروح عشان يشتري لبن والصيدلي بيلاقيه متضايق من سعر اللبن وبينصحه انه يروح ياخد لبن من مكتب الصحة. وبياخد الولاد وبيركب بيه ميكروباص وبياخدهم يوديهم لاخته لحد ما بيروح يستلم اللبن. وبياخدوا وقت طويل في الإجراءات، والموظفة بتستغرب إنهم جايبين 7 عيال وبتقول لهم انتوا كده مش مستحقين للدعم لأنكم مش ملتزمين بقواعد تنظيم الأسرة. وبيحاولوا يفهموها إنهم جايبين ال7 دول في بطن واحدة، لكن هي بتصمم بتقول لهم اطلعوا لمدير الإدارة، اللي برضه مش بيوافق إلا على معاملة التوأم الثلاثي وهم إنهم يصرفوا الطفلين بس. ولما بيوافقوا بيقول لهم بس الأولاد لسه معداش عليهم شهر واسمهم لسه منزلش على السيستم، لازم يرجعوا بعد شهر. وبيروحوا بياخدوا العيال من عند اختهم وبيروحوا في ميكروباص تاني وهم محبطين. وبعد ما بيوصلوا البيت بيكتشفوا انهم نسيوا عيل في الميكروباص. وبتتصل باخت محمد وتسألها احنا خدنا كام عيل من عندك؟ بتقول لها انت خدتي 7 عيال. وبينزل يدور على الميكروباص اللي بيكون كل اللي فاكره عنه ان السواق قفا في خطين وفي سجارة في ودنه، وان الكرسي اللي كان قاعد عليه كان متعب جدا. في الوقت ده بيكون الميكروباص وصل نهاية الخط وبيكون في واحدة ست نايمة في الميكروباص وبتلاقي نفسها شايلة عيل وبتقول للسواق خده عشان اهله هيجوا يسألوا عليه، وبتقول له انها رايحة لدكتور المسالك. ويفضل ورا الميكروباص لحد ما يوصلوا له. في الوقت ده شروق بتكون قلقانة، ونرمين صاحبتها بتقترح عليها انهم ينزلوا صورة في موقع للأطفال المفقودة يمكن حد يكون لقاه. وبيوصلوا لدكتور المسالك، وفي نفس الوقت حد بيكتب على جروب الأطفال المفقودين إن في طفل حد سلمه في مستشفى من شوية. وبتتصل بمحمد وهو بيقول لها طب انزلي وسيبي نرمين مع العيال يمكن تلحقي انت الأول. وبيقابل الست وبيلاقي الطفل معاها. وفي نفس الوقت شروق بتوصل المستشفى وبتعرف على الطفل اللي لقوه وبتقول لهم انه ابنها وبتمضي انها استلمته. وبتتصل بمحمد اللي بيقول لها كويس انك اتصلتي، انا كنت لسه هكلمك. وفي نفس الوقت هما الاتنين مع بعض بيقولوا احنا لقينا ابننا. معنى كده ان الطفل اللي لقيته شروق ده مش ابنهم، وكده بيكون معاهم 8 مش 7. وابوها بيقول لهم احنا نكسب فيه ثواب خدوا ربه. وهنا محمد بيتنرفز عليه وبيقول له يعني انت في الثواب احنا وفي التربية خدوه ربوه. ولما بيحاول يرجعه ما بيعرفوش لان هي استلمته على مسؤوليتها، ومحمد بياخده يحاول يسيبه على قدام باب جامع لكن بيصعب عليه وبياخده البيت وبيقول لمراته هربيه معانا مش هتفرق 8 مش من 7. وبيكتشفوا انهم معهمش فلوس وانه مش عارف هيروح الشغل بكره ازاي. وهنا شروق بتقول له استنى وبتطلع ظرف فلوس بيقول لها برضو خدتي فلوس من ابوكي؟ انا مش قلتلك قبل كده ما تعمليش كده؟ وهي بتقول له ان دي فلوس النقطه اللي بعتوها لها زمايلها في الشغل قبل ما يرفضوها. هو بيتفقوا ان الفلوس دي هتكمل معاهم لحد ما القبض الجديد ينزل ولازم يحرصوا على مصاريفهم. وبتتفاجئ شروق ان ابوها داخل عليها وبيقول لها انه جايب لها شغل ان هي بتشتغل جرافيك ديزاينر وجايب لها معاه واحد شكله معلم
بيقول لها ده المعلم ربيع الفكهاني وعايزها تعمل له يافطة المحل. وطبعا بتكون كل النماذج اللي عندها مش عاجباه، هو عايز حاجة تانية خالص. وفي الوقت ده بتيجي لشروق مكالمة من الدكتورة اللي ولدتها وبتبلغها انها هتطلع في برنامج تلفزيوني. ولما محمد بيرجع بتبلغه بيقول لها احنا في ايه ولا في ايه، وبتقول له ان البرنامج ده ممكن يكون فتحة خير علينا ونتكلم عن مشاكلنا ونحل أزمة اللبن. وبيروحوا برنامج هدى الأيوبي عشان يحضروا معاها في برنامج، لكنهم بيتفاجئوا ان هدى الأيوبي مش عايزاهم يتكلموا في اي مشاكل، هي عايزاهم يعملوا فقرة ترفيهية يسلوا المتفرجين. وطبعا ابوها بيروح معاهم. محمد بيسيب رواية هو مألفها للشخص المسؤول عن الاعداد في البرنامج، وبيطلب منه على الاقل انه يعرض الرواية دي على النجوم اللي بيجوا عنده في البرنامج. وهو بيقول له عيب، دي امانة. اول ما محمد بيخرج مسؤول الاعداد بيرمي الرواية في وسط المجلات اللي على الترابيزة اللي في اوضة استقبال الضيوف، يعني ونعم الامانة. وكل امالهم بتتحطم بعد البرنامج، وشروق بتقترح عليه السفر والشغل بره لان الدنيا هنا قفلت معاهم. وبيمشوا في الاجراءات ومصاريف السفر بتكون كبيرة، وبيبدأوا يبيعوا عفش البيت واحدة واحدة لحد ما بيبقوا على الارض. وبيقرب ميعاد السفر وشروق بتجهز له مفاجأة قبل ما يسافر، بتجيب له تذكرتين سينما، عرض اول للمؤلف اللي هو بيحبه اللي قابله مرة في الحمام اللي اسمه طارق الميداني لانه بيعتبره قدوة ليه. وبيروحوا يحضروا الفيلم، ومحمد بيبدأ يسمع حوار الفيلم. بيقول لشروق ان هو كتب الحتة دي في كتاب عنده، بيقول لها شفتي انا بكتب زي المؤلفين المشهورين اهو. لكن بيندهش لما بيسمع اجزاء تانية من الحوار واللي بتكون كلها من رواية هو مؤلفها. وطبعا كان بيكتب ويبعت للمؤلف المشهور ده عشان ياخد رأيه في كتاباته، لكن طارق الميداني أخد الرواية وغير اسمها وأسماء الشخصيات ونزلها باسمه، واتعملت فيلم وبقى هو المؤلف العبقري اللي ألفها. وهنا محمد بيثور، وبيكون ده العرض الخاص، والمؤلف بيكون موجود في الصالة، ومحمد فراج بيكون بطل الفيلم وبرضه بيكون حاضر وبيحاول يفهم من محمد المشكلة. محمد بيقول له إن المؤلف ده سرق روايته، وهو بيقول له جايز طورت خواطر، وهو بيقول له لا ده كل التفاصيل زي ما أنا كاتبها، والنهاية هتكون بالشكل الفلاني. وهنا محمد فراج بيستغرب لان هي دي النهايه فعلا، ومحدش لسه شاف الفيلم عشان يعرف نهايته. وبيكلم المؤلف وبيقول له دي نهايه الفيلم فعلا، والمؤلف بيقول له مش انت قلت طورت خواطر. والامن بيجي ياخد محمد على بره، لكنه بيفلت من الامن وبيضرب المؤلف على دماغه وبيعمل له اصابه خطيره. وبيتقابلوا في الاسم، وطبعا محمد كده ضيع حقه لان الناس كلها شايفه انه غلطان والمؤلف مظلوم ومضروب عنده اصابه في دماغه جامده. وبالتالي بيتعرض على النيابه ومبيقدرش ياخد حقه ولا باطل مع المؤلف اللي سرق منه فيلمه، بل سرق منه حلمه كمان. وبيخرج من النيابه على ذمه القضيه، وشروق بتكون مستنياه وبتسال المحامي هو ينفع يسافر لان معاه ميعاد طيارته بكره. والمحامي بيقول لها يسافر ازاي يا استاذه، ده على ذمة قضية ما ينفعش يسافر. وطبعا ده محامي بطيخة لان هو مش محكوم عليه بأي حكم، لكن الحبكة الدرامية هي اللي طلبت كده، قلنا ماشي. وطبعا كل المصاريف اللي صرفوها وعفش البيت اللي باعوه كل ده راح على الأرض بسبب الموضوع ده. وفي الوقت ده شروق بتهاجم محمد وبتقول له إن هو السبب في كل اللي هم فيه وإنه أناني. ومحمد بيستغرب لأن من البداية هو محطوط ومفعول بيه في كل أحداث المسلسل اللي فاتت، ما كانش ليه أي حرية اختيار، وهي برضو اللي اختارت في البداية انها تشيل اللولب بدون اي اعتبار لرأيه وحطته قدام الامر الواقع. وده في حد ذاته سبب رئيسي للمشكلة. هو بتقول له انت اب فاشل وزوج فاشل ومؤلف فاشل، وهو كرد فعل بيقول لها انه فاشل بس يوم ما فكر يتجوزها. وهي طبعا بتسيب كلامها وافعالها وبتمسك في رد فعله اللي هو محدش يقدر يلوم عليه. وهي بتروح هي والعيال عند ابوها لان خلاص فلوسه مرة تخلص، وهو بيفضل يلف في الشوارع لحد ما بيفكر انه بيبقى جزء من جسمه، وفعلا بيمشي في الاتجاه وده، وبيتصل مع سمسار في الموضوع ده اللي بيعرفه على جزار ابوه محتاج كلية، وبيمشي في كل الاجراءات وبيعمل الفحوصات. وبيفضل في الوقت ده يتصل بشروق عشان يصلحها، وبيروح لها البيت لكن مش بترضى تقابله. وكل ما بيقرب من العملية كل ما قلقه بيزيد وبيتورط في الموضوع اكتر. وحماه بيعرف ان البرنامج اللي صوروه هيتعرض في نفس اليوم بالليل، وبيروح يحكي لصاحبه على اللي عايز يعمله وبيحاول يمنعه لكن ما بيقدرش. ومحمد بيطلب منه انه يكون معاه بكره لان العمليه تتعمل بكره. وطبعا شوقي صاحبه مش بيسيبه، بيجهز كل حاجه معاه. وفي اليوم السابع للعمليه بالليل البرنامج بيتعرض وبيتفرج عليه وزير التضامن، وبيقول لمدير مكتبه انه عايز يقابل محمد وشروق ولازم يشوفهم محتاجين ايه ويساعدهم. لكن مدير مكتبه بيفكر انه عنده سفر بكره الساعه 4:30
وعنده اجتماعات لحد 1:30 الظهر، يعني مش هيكون في وقت، لكنه بيصر انه يحاول يوصل لهم. ومدير مكتبه بيحاول يتصل بمحمد اللي بيكون تليفونه فصل ودخل المستشفى خلاص عشان يستعد للعملية، وبيتصل بشروق اللي تليفونها بيفضل يرن لكنها مش بترد على اي رقم غريب. لحد تاني يوم اول ما بيفكر الوزير وبيسأل مدير مكتبه اللي بيقول له انه ما قدرش يوصل لهم، لكنه بيطلب منه انه يكلم الراجل اللي كان معاهم اللي هو ابو شروق الاستاذ سعيد الشمسي مدرس الجغرافيا. وبالفعل بيتصل بيه وبيرد عليه وبيخليه يكلم شروق اللي بتصحى من النوم على المكالمة وبتكون متلخبطة ومش فاهمة، لكن بتفهم من مدير مكتب الوزير ان الوزير طالب يقابلهم الساعة 1:30 الظهر ولازم ما يتأخروش لان الوزير مسافر وعنده طيارة. وطبعا كده فاضل مين؟ محمد اللي كان دلوقتي بيحاول يتصل بيها بقاله اسبوعين وهي مش بترد عليه. دلوقتي هي بتدور عليه لكن بيكون الاوان فات وبيكون خلاص داخل اوضه العمليات، وبتوصل له عن طريق صاحبه شوقي اللي بيحكي لها على اللي محمد بيعمله، وهي بتبلغه ان الوزير عايز يقابلهم. وشوقي بيجري بسرعه على المستشفى وبيحاول ينقذ محمد قبل ما يدخل العمليات، لكنه بيلاقي الجزار اللي دفع الفلوس لمحمد قاعد في الريسبشن، فبيدخل أوضة اللبس وبيلبس لبس تمريض لكنه بيكون لبس حريمي. وساعتها بيدخل أوضة العمليات وبينقذ محمد من العملية وبياخده بيروحوا يقابلوا شروق وسعيد الشمسي، بس محمد للأسف مش بيكون واخد باله إنه هرب بلبس العمليات. وبيروحوا للوزارة وهم في الطريق محمد بياخد بنطلون من شوقي صاحبه وقميص من حماه، وبتحصل مفارقات في الطريق وبيسيبوا شوقي في النص مع ناس عملوا معاهم حادثة وبياخدوا العربية هم وبيطلعوا على الوزارة، لكن بيطلع ان ده مش مبنى الوزارة، ده طلع المبنى القديم لان الوزارة دلوقتي اتنقلت للعاصمة الإدارية الجديدة. وساعتها بيقدر الأستاذ سعيد انه يأجل لهم الميعاد نص ساعة كمان، وبيطلعوا على العاصمة الإدارية الجديدة وبيوصلوا للمبنى بتاع وزارة التضامن. بيطلعوا لمكتب الوزير لكن مدير مكتبه بيبلغهم ان الوزير خلاص مجهز عربيته ونازل لان خلاص ميعاد طيارته قرب. وبيتصل الوزير بمدير مكتبه يبلغه ان سفريته اتلغت، وده بيكون شيء غريب جدا، لكن ده بيكون في صالح محمد وشروق اللي بيدخلوا يقابلوا الوزير وبيحكوا له على كل المشاكل اللي قابلتهم، وبيعرض عليهم انه يساعدهم بلبن اطفال للاطفال السبعة وبامبرز وما غريب، يعني تقريبا هيوفر لهم حوالي 20,000 جنيه كل شهر. وبيعرض على محمد وشروق شغل في الوزارة وانه هيستخدمهم كواجهة اعلانية لاعلانات الوزارة اللي بتتكلم عن امور تخص تنظيم الاسره. وطبعا اخيرا محمد وشروق الدنيا بتضحك لهم وبيطلع قرار وزاري بكل الكلام اللي اتفق معاهم عليه، وبيكون خلاص بيراجع الورقه علشان يمضيها. ومن تاني يوم كل القرارات دي هتكون نافذه بقوه القانون ومش محتاجين يجروا ولا يتعبوا في اجراءات تاني خلاص. لكن فجاه التليفون بيرن والوزير بيرد وبتظهر عليه علامات الحزن، وبيقوم يلم حاجته وبيمشي من المكتب قدام ذهول من محمد وشروق اللي بيقولوا له طب امضي على الورقه طيب وامشي، لكن بيطلعوا من الوزاره زي ما دخلوا لان الوزير خلاص اتشال في التعديل الوزاري اللي حصل دلوقتي وما يقدرش يطلع اي قرار خلاص. وبيطلعوا من الوزاره وهم بيضحكوا والحياه بتخبط فيهم تاني ومش عارفين هيعملوا ايه، لكن خلاص فقدوا الامل في كل حاجه. وفي الوقت ده بنشوف النجم احمد مكي وهو رايح يعمل لقاء مع المذيعه هدى الايوبي اللي عملت اللقاء قبل كده مع محمد وشروق، وطبعا بينتظر في غرفه الضيوف وبياخد مجله عشان يقراها وبيشوف تحتها الروايه بتاعت محمد وبيبدأ يقرأ فيها وواضح انها عجباه. لكن الجميل في المسلسل ده ان هم ما جابوش حل سحري لمشاكل محمد وشروق ولا حصلت معجزة مش معقولة عشان يبقوا اغنياء فجأة، بالعكس المسلسل كان واقعي جدا واحداثه بعيدة عن موضوع السبع اطفال اللي يعتبر نادر جدا، احداث حقيقية وردود افعالهم وتصرفاتهم، وبالذات محمد سلام كانت تصرفات شخص عادي وبصراحة ابدع جدا في دوره. ومن باب ان الشيء بالشيء يذكر، تعرف ان لو اللي حصل ده كان حصل مثلا في دولة زي اسبانيا كان هيبقى اسمه حظ طبيعي او حظ جميل، لان الاب كان هيصرف على كل طفل من وقت ولادته 115 يورو، يعني الاب كان هيقبض 800 يورو في الشهر للاطفال، غير ان الاب والام هياخدوا اجازة 8 شهور باجر كامل عشان يتفرغوا لتربية الاطفال في بداية حياتهم. يعني الاب والام اللي هيحصل معاهم كده دي هتكون فتحة خير عليهم، لكن طبعا هنا اسمها كارثة طبيعية. ولو رجعنا بالاحداث كده شوية هنعرف ان شروق هي السبب في كل اللي حصل من اول المسلسل، من اول ما شالت اللولب من دماغها لحد ما فضلت تزن على محمد عشان يسافر وباعوا عفش البيت عشان فكرة السفر دي. وبعدين لما حبت تعمل حاجة كويسة جابت له تذكرة سينما ببلاش للفيلم اللي هو بيحبه، المؤلف اللي هو بيحبه بيعتبره قدوته، لكن لما راح الفيلم شاف حلمه بيتسرق وكان رد فعله طبيعي جدا لما اتنرفز، وبعدين فضلت تلومه على كده وسابته وراحت عند ابوها وسابته لوحده لحد ما فكر يبيع كليته.
وحتى لما جالهم فرصة مقابلة الوزير أخدت العنوان غلط وضيعت وقت في السكة لحد ما راحوا العنوان الغلط، وبعدين أخدوا وقت طويل عشان يوصلوا العنوان الصح في العاصمة الإدارية الجديدة، وده كان ممكن يفرق في إن الوزير يمضيلهم على القرار قبل ما التعديل الوزاري يحصل. انتوا ايه رأيكم؟ اكتبولي في الكومنتات، شايفين مين الغلطان، محمد ولا شروق؟ ويا ترى هيعملوا ايه بعد كده في حياتهم؟ وتفتكروا أحمد مكي هيرشح الرواية بتاعت محمد إنها تكون فيلم ويبدأ رحلة صعوده ككاتب، ولا ده شيء مستحيل يحصل؟ وبكده يبقى خلص ملخصنا النهاردة. وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.